اشتري بيت، هل الوقت ده مناسب ولا لأ؟ مع العلم إني حاليا مأجر وبدفع حوالي 2200 في الشهر. في ناس كتير بتقول ما تشتريش دلوقتي وبيحذرونا من السماسرة. بص يا ريس، أنا هكلمك من النهاية. أنا كبزنس بروسبكتيف، أنا واحد بتكلم في بيزنس. أنا بالنسبة لي ده أحسن وقت تشتري في بيوت. ممكن ناس تانية تقول لك لأ. انفستور أحسن وقت تشتري في تشتري في بيوت، أو إن أنت تعيش في بيت العمر ويكون بيت أنت مش قادر كنت تجيبه قبل كده. ده احسن وقت دلوقتي. يعني انا مثلا لو في اريا انا ما اقدرش اعتبها والمدارس بتاعتها عاليه وعيالي هيتبسطوا فيها، دلوقتي الوقت ده احسن وقت ان انت تتاتش الاريا ديت. الاريا ديت ليه بقى؟ الاريا دي ممكن تكون كانت ب 700,000 النهارده نازله ل 500,000. ده احسن وقت للباير، مش احسن وقت للناس اللي بتبيع. فده احسن وقت ان انت تشتري فيه بيت لنفسك. انت بتدفع 2200 دولار، انت ممكن تاخد بيت 4 اوض. معرفش انت ساكن فين، معرفش الولايه بتاعتك ايه، بس ممكن تاخد بيت تدفع له 2000 دولار في الشهر مورجج، والفلوس اللي رايحه دي ايكويتي بتدخلها في البيت بتاعك، مش بتدخلها الابارتمنت وفي الاخر ما بتشوفهاش تاني. دي اول حاجه. تاني حاجه، ان الناس بتخوفك من السماسره. انا مش عارف بيخوفوك ليه من السماسره. مفيش بيت في امريكا ينفع يخلص من غير سمسار. يعني الريل استيت ده اساس في اي بيت. يعني انت اصلا البيلدر، لو انت رايح لبيلدر جديد وبتقول له، هيسالك سؤال، هيقول لك عندك الريل استيت بتاعك؟ هتقول له اه. هم ما بيحبوش ان انت يبقى عندك الريل استيت بتاعك، عشان الريل استيت بتاعك بيبقى امين في الورق، بيشوف الثغرات بتاعت البيت، بيقول لك على كل حاجه انت تمشي فيها ولا ما تمشيش. ممكن يقول لك البيت ده ما تاخدوش عشان الفيوتشر بتاعه البيت ده مش هينفع يتباع. ممكن انت تعند. يعني ايه في الاخر؟ يعني انت يو هاف اول ديسيشن، ان انت اللي تقول هاخد البيت. مفيش حد ولا يقدر يعمل لك بوش ولا يقدر ياخد فلوس من جيبك. انت اللي بتقول انا هاخد ولا مش هاخد. انا ماي ريكومنديشن ان انت تاخد بيت دلوقتي. لو هتسمع للناس ويخوفوك من السماسره او العقارات واقفه والكلام ده، انا ما اعرفش. ممكن يكون بالنسبه لهم، هم لو شغالين في الريل استيت ممكن يكون في حاجه عندهم واقفه. الماركت عمل لهم حاجه، فهم بالنسبه لهم دي عقده والدمار بتاع العقارات. لكن 90% من امريكا دلوقتي بيشتروا على فكره. يعني انا ما اعرفش، احنا بس العرب عايشين في لالا لاند. 90% من الامريكان بيشتروا دلوقتي وبينقلوا من ليفل سيتي لليفل تانية. الريل استيت عمره ما هيفورس يو ان انت تعمل حاجه. انا عندي ناس هنا ريل استيت، انا مش ضليع، بس انا بكلمك من البيزنس بروسبكتيف. ده احسن وقت تشتري فيه. الناس زي البير و... ورامي الاثنين فاهمين جدا وفاهمين في الولايات بتاعتهم كويسه جدا، وبيعملوا فيديوهات نصايح، فيا ريت تتفرج عليهم. ربنا معاك.